يا صباح الفل او مساء الفل حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. انا النهارده حابه اعمل معاكم اكله بسيطه وسهله جدا، وهي عباره عن مكونين اتنين بس: بصل وفراخ. ما فيهاش حاجه تانية خالص. عايزه بقى تحطي خضار نحط خضار، نحط اي حاجه تمام، بس الاساسي بتاعها بصل، وبصل كتير كمان، واكون مقطعاه جوليان رفيع كده. اول حاجه هعملها ان انا هاخد البصل بتاعي، كمان مقطعه كام فص توم كده برضو، ممكن استغنى عنهم لو مش بتحب التوم. هاخد الصينيه اللي هتبل فيها اللي هتدخل الفرن عادي. هحط الاول حاجه البصل، وهحط عليه ملح، شويه ملح كده كويسين، وكمان فلفل، ورشه من البابريكا المدخنه، حلوه جدا، تدي طعم حلو جدا للفراخ. المكون مهم قوي قوي معانا اللي هو سبايسي، توابل بتاع الفرن فعلا بيختلف تماما في طعم الفراخ وهي في الفرن بالسبايسي بالتوابل دي. هو المفروض ان هو بيتحط كيس على دجاجة كاملة، بس انا طبعا حتى لو بعمل فرخة كاملة مش بحط كيس، بحط حاجة بسيطة مثلا معلقة كبيرة كده، لان انا مش بحب البهارات الكتير، بحس انها بتضيع طعم الاكل، فهي معلقة كفاية قوي وكتير كمان، بس بتديها نكهة حلوة، بتدي للفرخ نكهة جميلة جدا. وحاجة كمان مهمة جدا جدا وهي دبس الرمان. لو مفيش دبس الرمان ممكن نحط مكانه عسل اسود، بس دبس الرمان المعلقتين بتوعه دول بصراحة بيفرقوا جامد. وهاخد بقى كل الحاجات دي وهعملها كويس قوي بايدي. اهم حاجة ان هما يتشربوا في البصلة كويس. وبعد كده هجيب بقى الفراخ بتاعتي. انا مش مستخدمة فرخ كاملة، انا مستخدمة صدور ووراك، سوري، صدور ودبابيس، قطعة كده صغيرة مقطعاها. وهرش على الفرخة الاول شوية البابريكا المدخنة تاني، رشة برضو خفيفة على الفرخة نفسها، على الفراخ نفسها. وبعد كده هاخد كله خلطه كويس قوي قوي في البصل. لازم اتاكد ان الفراخ، طبعا الفراخ دي انا مشرحاها بالسكينه عشان برضو تشرب شويه من الخلطه. بس كده كده الاكله خلصت. فاضل حاجه واحده بس، هي رشه من الزيت ومعلقه زبده. فاضل عندي بس اخد معلقه زبده هقطعها على الفراخ، حاجه بسيطه جدا يعني، ورشه زيت. وهسيبها تتبل ساعتين، ممكن من بالليل للصبح. وبعد كده هغطيها بورق زبدة وبعدين ورق فويل. انا هنا هزود قبل ما ادخلها الفرن
ربع كوباية مية عليها او نص كوباية مية، لان انا ما عنديش، مش حطاها فرخة كاملة، انا حطاها قطع، فمش هتنزل لي مية كتير زي الفرخة الكاملة على بعضها. فهحطها في الفرن، وبعد الفرن نرجع نشوف هتبقى شكلها ايه. ورجعت لكم تاني. صينية الفراخ استوت معايا. هي اخدت بالظبط حوالي ساعة في الفرن. اول 3/4 ساعة كانت متغطية بالفويل وورق الزبدة. بعد كده كشفت عليها عشان تاخد وشها ياخد لون، والصوص بتاعها جميل جدا، عاملة صوص حلو قوي. انا هقدمها مع رز ابيض، وكمان عليه الصوص بتاعها تحفة، يعني الصوص بتاعها يتاكل كده لوحده، مش محتاج فراخ. كمان الدبس الرمان بيديها لون حلو قوي قوي. انا لما بعملها بدبس الرمان مش بحط عليها صلصة، مش بتبقى محتاجة. ويا رب تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة. ميرسي.